وما راح أتزوجك، وأنا أبغاك بس يعني طول الأيام اللي فاتت بس يعني إنك تكون معي، وأبغاك تجيبين من عندك 5000 زيادة عليها. ما قفلت منه، يعني انصدمت. واحد يحبني 4 سنين كاملة ويقول لي ذا الكلام، واحد 4 سنين قاعد معي يتكلم ويسولف وإنه يحبني وإنه يبغى يتزوجني، فجأة كذا قلب بس عشان يقول لي إنه تعال تزوجني. فرحت كلمت الشيخ. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثاني متوسط. في الفصل تعرفت على بعض البنات، كانوا 3 بنات. بحكم اني كنت افقد الضحك والسواليف في بيت الام في جهة لا اهتمام، يعني دائما تهتم العيال الصغار اخواني، ترتيب البيت، مرض هذا، يعني ما عمرها قد تقربت لأي أحد منا وشافت لنا يعني إيش نحتاج إحنا من حنان، إيش نحتاج من أشياء زي كذا. ما عمرها قد سألت، أو ما عمرها حتى قد قربت لنا. أبوي كان بس همه بالبيت يجمع فلوس ويرجع، يعطينا الفلوس، يعطينا اللي نحتاجه، بس ما عمره قد جلس واحد من جنبنا يقول لنا أنتوا شو تحتاجون، أنتوا شو فيكم. يعني أوكي يفهمون نفسياتنا بس ما يجون يتكلمون معنا. يعني كنت أفقد أنا أن الشيء الوحيد اللي في البيت أحد يسمع لي. ما عمره قد أحد جاء قال لي إيش فيكي، أنا أسمع لك. ما كان في أحد زي كذا. يوم شفت أنا البنات زي كذا في الفصل ضحك وسواليف شديت لهم، فرحت تعرفت عليهم، هم شدولي أساسا لهم، علموني على أشياء كثيرة، روحاتي وجياتي معهم علموني على أشياء كثيرة، منها الشاتات، الألعاب اللي فيها دردشة اللي هي بلياردو، كانت أكثر شيء ندخل فيها. تعرفنا على شوية، بدينا نختلط احنا ببعض، بدينا نعرف على بعض، هذه تعلمني كيف أنا أسوي، كيف أنا أتكلم، إيش أقول. إذا أنا ما عرفت إيش أقول مع ذا، هي تيجي تعلمني. تعرفت على شباب كثير، كانوا قريباتي، كانوا من ضمن الأشياء اللي يسوونها أصدقائي، كانوا هم يسوونها. لا أهل ولا دين ولا صديقات، كلها اجتمعت كذا على بعضها. ما حتى والله العظيم إني ما أذكر يوم من الأيام ذيك الأيام، يعني إنه ممكن شيء يردعني إني أبعد من ذي الأشياء، لا صلاة ولا عبادة. يعني يمكن قعدت على ذي الأشياء يمكن 5 سنين أو 4 سنين، والله العظيم إني ما ركعت ركعة لربي إلا رياء وسمعة، بس عشان تشوفني يا فلان تراني أنا أصلي. فاستمرت مع صديقاتي نصف كامل. بعد النصف ذا جاني تهديد من الإيميلات، الجوال صار يجيني بشكل مرعب. كنت أخذ وأعطي معه، يقول لي شوفيني تراني أنا عند الباب، وشوفيني أنا، يعني عشان أصدق أنه هو ترى يهددني ويعرف أنا فلان، وكان يرسل لي حتى صوري. كان الملجأ الوحيد اللي هم صديقاتي، لأنهم كانوا أقرب الناس لي، فكنت ألتجئ لهم. فرحت وعلمتهم، أخذنا وأعطينا بالكلام معهم، إلين واحدة منهم تكلمت، قالت تراني أنا اللي أعطيتها الصور، وأنا أخذنا وأعطينا معهم. من كلامها اللي قالته إن أنتي ولا أنا، يعني هذه أساسا رفقة سيئة، يعني ما أدري إيش كنت أرجي منهم صراحة. بعد الكلام ذا عرفت إن هذه فلانة هي اللي أعطتها الصور، أعطتها المعلومات، أعطتها كل شيء،
كانت يا هي يا أنا. هو كلمها وقال لها إن يا إنك تعطيني واحدة من زميلاتك أو إنك أنت اللي تطلعين معي. فعطتها أنا، خيرته من ضمن الصور اللي كانت معها، خيرته وهو اختارني من ضمن البنات، لأن كنا نصور معهم بالصور بحكم الثقة اللي كانت بيننا. فاستمرت بعد ما صار يهددني، استمرت فترة يهددني ويتكلم، فجأة اختفى، ما أدري كيف اختفى. يعني على أنه جاني تهديد، وعشت رهب وعشت خوف وعشت حزن، يعني لدرجة إني حتى ما كنت أنام إلا وأنا أبكي وأقوم وأنا أبكي. دراستي ما أدري، أدخل الفصل ما أدري أنا عقلي وين والفصل وين أنا عايشة. متعت، هو اختفى من هنا وأنا رجعت مع البنتين الباقيات، رجعت على العلاقات، رجعت على الدردشة، على السواليف. والله العظيم إنه كان يعني صح إنه كثير اللي تعرفت عليهم، بس ولا واحد كنت أسولف معه إلا لازم يجيب سالفة الجنس، يعني على إنه كلام وضحك وسواليف، بس واضح إن كل واحد إنه يبغى جنس، بس ما يبغى من البنت أي شيء غيره. سواليف ضحك ما يبغى، عنده أخويا يقدر يسولف معهم، بس ما يبغى من البنات غير الجنس. كثير سولفت معهم إلا لازم يدخلون هذه الكلام. كان واحد من اللي ضمن اللي تعرفت عليهم في ثالث متوسط بدأ يهتم، بدأ يسولف. قال إنه يحبني، إنه حبني يعني من يوم ما تعرفت أنا عليه. تعرفت عليه من البلياردو، على إني ولد، يعني إني دخلت أساسا إني كاني ولد، أخذته وحطيته من الإيميل ضمن البنات الشباب اللي كانوا موجودين. ما اهتميت مرة في البداية، كانت علاقة سطحية. عرفت إن عمره 28 سنة، كنت أنا عمري 14 سنة، كان الفرق 14 سنة. ما كان أساسا ما كان يهمني الفرق بكثر الاهتمام اللي كان يعطيني إياه. يعني واحد فجأة جاك يهتم فيك، يحكي لك كل اللي يصير معه. أنا ما يعني كنت أرجع من البيت بس ما ألقى أحد أقول له إيش اللي صار لي، كنت ألاقي هو الوحيد. يعني أقوم أنام على سواليفه، يعني من شدة إن حتى أهلي ما يهتمون فيني أو ما يدرون عني. جوال دائما في بيدي، ما كانوا يسألوني مين تكلمين مين تسولفين، حتى يسألوني قلت هذا صديقتي ويصدقون عادي ويخلوني. استمرت معي العلاقة يمكن 3 سنين، طبعا على أنه يحبني هذه. فتركت العلاقات اللي كانت معه، تركت الشباب وتركت كل شيء بحكم أني ما أبغى أخونه. فاستمرت معي 3 سنين حب غرام، يعطيني فلوس، يعطيني هدايا يمكن تقدر قيمتها ب1000 ريال أو أكثر. يعني حتى أهلي اللي هم أهلي ما قد أعطوني الهدايا ذي، أو ما قد كلموني بذا الكلام. حتى بعد السنة الثالثة في ثاني ثانوي، يمكن نصف الثاني، جاني كلام منه. بدأت أسمع صوت بزر، صوت حرمة، لأنه صار يتهامل إنه مثلا إنه يقوم يطلع يكلمني مثلا في السيارة أو يكلمني في العمل. صرت أسمع ذا الأصوات وصرت أسأله بشغف. بداية كان يخبي، ما هذه أمي، هذه فلانة. بعدها عرفت إنه تكلمني وقال إنه يعني إنه متزوج وعنده ولد. فكان يحلف لي بالله إنه كان متزوجها غصبا عنه. ما أدري كيف متزوج غصبا عنه وجاب ولد. يعني متزوج غصبا عنك ما تجيب ولد. كان يقول إنه يعني أني أنا أحبك أكثر منها، وأني أنا متعلق فيك. اتصلت علي الفتاة وحدثتني عن الرؤية التي رأتها في المنام، وما كنت أعبر الرؤى، فبلغتها تتصل علي اليوم الثاني بعد صلاة العصر حتى يعني أتواصل مع أحد طلبة العلم أو أحد المشايخ يعني الذين يعتنون بتعبير الرؤى. اتصلت علي أو لما تواصلت مع أحد المشايخ وأعطيتها الرؤيا، أبلغني بأن يعني أن هذه الفتاة يعني واقعة في علاقات محرمة. ورجع قال لي يرجع يدق العصر. قفلت منه طبعا.
اليوم اللي بعد العصر رجعت كلمته، بدأ كلام عادي يعني نصح وخوف ومدري كيف. بعدين سألني انك انت تكلمين شباب ولا لا. جاوبت انه ايه، يعني اني اكلم. وعظني انه خافي من الله، انت قاعد تسوين انت. وينبغي أنك تقدم لها النصيحة، وينبغي أن تذكرها بالله جل وعلا. انتظرت حتى اليوم الثاني بعد صلاة العصر، وهذا كان يعني وقت الموعد الذي كان بيني وبينها على اتصال. لما اتصلت كنت أتوقع أنني لما أفاجئها بأنك على علاقة أنها ترفض، تقول هذا الكلام ليس صحيح. ولكن لما قلت لها أنت على علاقة محرمة مع شاب والله أعلم، تفاجأت وإذ بها تقول ماذا؟ نعم. قام يقول لي يعني إذا كان هو يبغاك وصدق يحبك راح يتزوجك. فرح يكلمني يقول لي إن إحنا نساعدك. الأيام اللي فاتت اللي هي 4 سنين كان إيش عذرنا ما وبينت لها أن إذا كانت هذه العلاقة التي بينها وبين هذا الشاب بنيت على صدق، فليذهب هذا الشاب ويطرق باب أهلها، ونحن نقف معه في هذه المسألة حتى يكون الأمر تحت شرع الله جل وعلا، وبعدا عن الحرام. إنه كيف يجي ويتعرف علي، يعني يجي يخطبني من أهلي كيف صعبة. ما أقدر أنا أتكلم معك. أجي عند أهلك أقول لهم أنا مين فلان. كمان حتى ما كان عندي ذيك الأيام، ما كانت حتى عندي مشكلة إني أتزوجه على أنه فارق السن وعادي، إني أنا أحب حتى يتزوجني الثاني عادي، عنده ولد عادي. فرحت وقلت له إني يعني أنا فسرت حلم وعلمت عن السالفة ذيك الأيام. يوم قلت له عن الحلم عصب، يعني ليش تروحين تكلمين شيخ؟ أنا أغار عليك، أنا مدري إيش، أنا أحبك وأنا أبغى أتزوجك وتروحين تكلمين فلان. فرحت قلت له إذا تبغى تزوجني ترى بيساعدنا، روح كلمه. بكل بجاحة يقول لي ما راح اتزوجك وانا ابغاك بس يعني طول الايام اللي فاتت بس انس، يعني انك زي ما يقول لي انت احسن من زوج جنس، فانا ابغاك بس عشان ذا الشيء، ما ابغى شيء عشان اي شيء ثاني. ضحك سواليف حتى انا اقدر اسولف مع زوجتي، ما ابغاك الا عشان كذا. فيقول لي ابغاك تطلعين معي وابغاك تجيبين من عندك 5000 زيادة عليها. طبعا قفلت منه، يعني انصدمت. واحد يحبني 4 سنين كاملة ويقول لي ذا الكلام، واحد 4 سنين قاعد معي يتكلم ويسولف وانه يحبني وانه يبغى يتزوجني، فجأة كذا قلب بس عشان يقول لي يعني انه تعال تزوجني. فرحت كلمت الشيخ وعلمته، قال لي خلاص اعطيني رقمه وانا بكلمه. اعطيت الشيخ الرقم، راح تواصل معه، قال له يعني انه ما في امل انك. فكلمت انا الشيخ وقال لي ان يعني قابليه واحنا راح نمسكه. بعدها فترة قابلته ومسكه. طبعا مسكه معه ذيك الايام. من فترة انا هديته جوالي كنت انا استخدمه. في يوم مسكه لقوا معه الجوال هذا مسترد الاشياء كل اللي كانت من الجوال. اتصلت علي الفتاة مرة أخرى وأخبرتني بما دار بينها وبين هذا الشاب، وذكرت يعني أنه قام بتهديدها مقابل إما أنها تخرج معه أو تسليمها مبلغ 5000 ريال. فطلبت رقم هذا الشاب من الفتاة، فلما تواصلت معه وجدت بذاءة يعني في كلامه وسخرية في تعامله معنا واستهتاره بنا. حاولنا نصحه مقابل يعني أننا نعطيه المبلغ 5000 ريال مقابل أن نأخذ صور هذه الفتاة وتتلف، إلا أنه تلاعب معنا في آلية تسليم هذه الصور وأخذ المبلغ. فما كان منا إلا أننا نتواصل مع الجهات المختصة أو الجهات المعنية بالأمر، وهو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطلبت من الفتاة أنها تواعد هذا الشاب من أجل تسليمه مبلغ 5000 ريال، ووافق ظنا منه أن هذه الفتاة سوف تأتي. فلما يعني حضر في المكان
المتفق عليه كتب الله جل وعلا وضبط هذا المبتز الذي كان يتلاعب بأعراض المسلمين. والمصيبة أنها ليست هذه الفتاة فقط، وإنما وجد عنده فتيات أخريات كان يتلاعب بأعراضهم. بعدها تبت أنا، أخذت دربي، الشيخ نفسه أساسا مسكني الخير. تعلقت أساسا أنا حتى أنا بالخير، ما عاد أبغى أترك. يعني أنا سنت يمكن 5 سنين أو 6 سنين على معاصي، يعني صرت أتخيل إني ممكن أموت يوم من الأيام على المعاصي ذي اللي أنا جمعتها لنفسي. حتى كنت أحلى، يعني تمر علي فترة أقول يا ربي يمكن ما غفر لي ربي على ذي الأشياء اللي مرت، فخفت كنت أموت وأنا أساسا ما سويت شيء. فأي شيء، أي خبر إنه ممكن مكان الفلاني فيه خير فكنت أنشد له. يعني حتى لو ما قدرت أروح، مثلا أبوي كان يمنعني أساسا إني أروح، أخواني ما كانوا يودوني لها بحكم إنهم ما يبغون يروحون أو إنهم يتضايقون من ذا الشيء. فكنت يعني أخليها بنفسي، يعني إنه كنت تحسر مو طبيعي إني ما أروح المكان ذا. تدينت، غيرت عبايتي، طبعا لقيت من الأقارب أو مصيقات، خصوصا حتى يوم دخلت الجامعة لقيت منهم نقد مو طبيعي على اللي أنا أسويه، من عباية، من تصرفات، من كلام. كانوا ينتقدوني، يعني إني إيش أنت أساسا مو عايشة بالأيام اللي إحنا نعيشها، من موضة، من تكلم، من تعرف. أنت مو شيء. مشيت على اللي أنا أبغاه، مسكت دربي علني. حتى يعني سبحان الله ربي عوضني أكثر من اللي أنا كنت عايشة. يعني كنت أول كنت أقول إنه مين أسولف معه، مستحيل إن فلان يتركني، مستحيل إنه ممكن ألاقي أحد غيره. سبحان الله ربي عوضني على أشياء أحسن من اللي قبل، يعني لا سعادة ولا أي شيء. كنت أقول إني ممكن إني ما أترك الأغاني، المسلسلات كانت يعني جزء من حياتي، أو إن كل حياتي الأغاني. مستحيل أنام ولا السماعات في إذني أغاني. حتى يعني من شدة الأغاني كنت حتى أبكي عليها وإني أحزن وأنا أسمعها. بديت أصلي، يعني حتى من شدة في أحكام في الصلاة ما كنت أنا أعرفها. حتى البزر اللي هو بزر بعضهم يعرفونها، بس ما كنت أصلي أساسا للرياء. يعني أنا سويت 5 سنين أو 6 سنين على الأشياء ذي، مستعد إني أسوي أي شيء بس عشان أعوض الأشياء ذي. يعني ما أدرك الواحد ممكن يموت ذي الحين أو ممكن يموت. ما تعيشون اللي أنا قاعدة أعيشه، أنا عايشة من قرب لربي، من سعادة، من راحة. كنت أتوهم قبل أنها ممكن أنها سعادة، بس سعادة مؤقتة. ممكن يمكن اللي قاعد أتكلم الحين شباب، يمكن ربي يمهلها هذا الحين وما يخليها بعدين. يمكن ربي يفضحها، يعني تاخذ طريقها من ذا الحين قبل ما. لما تواصلنا مع الفتاة بعد توبتها تفاجأنا بأن أنها كانت تعيش في دوامة من الضياع. أقرب الناس لها كانوا يسلكون هذا الطريق الخاطئ. والدها شغل بأمور الدنيا، والدتها كذلك لا يوجد لديها اهتمام أو إعطاء نوع من الحنان أو شيء من الاهتمام لهذه الفتاة أو لبقية الأسرة. فوجدنا أن هذه الفتاة كانت تعيش في ضياع. وللأسف رسالة أوجهها لأولياء الأمور: اتقوا الله جل وعلا في بناتكم، اتقوا الله جل وعلا في أبنائكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأوجه رسالة إلى فتيات المسلمين: لا تجعلوا من أجسادكم ومن أنفسكم فتنة. فاسمع يا رعاك الله ماذا يقول الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.